الصوت كفايه كده. ارفع المايك كده احسن. نزلوا برضه بطاريه وضرب الظهرين ضرب ممكن في واحده مصر تعملها اللي بتضرب صح بعضنا ده حاجه مقيمه موضوع يعني مش كويس. يعني للاسف الشديد لو الموضوع ده استمر بالطريقه دي ممكن يبقى مصر بقت ليبيا ولا بقت لبنان ايام الحرب الاهليه ولا حتى اليمن بين القبائل. يعني احنا بنحمد ربنا ما عندناش قبائل ما عندناش قبليه طول عمرنا نقول ما احناش سوريا ما احناش. بس اصبح النهارده بنت البلطجه التي انشاها النظام السابق لمعاونة في أداء مهامه الدنيئة بداية من تزوير الانتخابات ونشر الفتنة الطائفية وأيضا السيطرة على المناطق العشوائية والتعامل مع تجار المخدرات بيع ومشاركتهم أحيانا. هذه المهنة بدأت تنتعش والبلطجي لا يعمل بدون أجر وهو خسيس. مجرد الأجر يخلص يترك المنطقة. واحنا شفناها أيام معركة الجمال الجبهة اللي كانت عمالة رياض استمرت بعد 8-9 بالليل، بينما الجبهة اللي كانت على كوبري قصر النيل روحوا لأن ما خدوش اوفر تايم. دي حقيقة أنا عشتها بنفسي. فالحقيقة دي يعلمها الجميع حتى الأطفال الصغار. ومع ذلك لم يتم تكثيف منابع تمويل هؤلاء البلطجية. الأمر يعني مشتبك عليا. إيه اللي بيحصل؟ احنا عارفين دول بيديروا الفلوس. طبعا دي مؤخرا اللي بقى اللي بينزلوا ليسوا حلول الحزب الوطني السابق او رجال اعماله اخذين من اموال الصناديق الخاصه للدفع، وانما اكتشفنا والنهارده وبعنايه الاثنين دول ان الامن هو التسليم. ويوم الثلاث اللي فات لما جاء الامن المركزي كان وسطهم ناس مدني بسيوف وسلاسل. فاصبح الامن اللي بياخد مرتبه من عرق من ضرايبه اصبح بيوجه فلوسك لاذيتنا. هل هذه اداره لشؤون البلاد؟ في شيء غلط بيحصل. ايه اللي هيحصل يوم الجمعه؟ لان الشباب مصمم ينزل الله اعلم. هل هننتهي بمجزره بس بدل ما ينفذها الامن المركزي ينفذها بلطجيه الامن المركزي؟ هل هذا مقبولا؟ بص كل هذا الزخم للاسف الشديد بعض الجهات بدات تلعب سياسه ويشكل احزاب قبل ان تنتهي الثوره. السياسه ضد الثوره. السياسه لا تخدم الثوره. الثوره ابيض واسود واهداف يجب ان تتحقق، ولن تهدأ الثوره الا ان تتحقق اهدافها. الجمعيات والاحزاب بتاخد مجهود من الشباب كان المفروض يوجه الى الثوره. طبعا انا لا اصدق الاحزاب التي بدات ان تتكون، لان من حوالي شهر ونص او شهرين لما الاحزاب بدات تتكون كان هناك بريق من امل ان احنا ماشيين في الاتجاه السليم. كان هناك بدء محاكمه مبارك وبدء محاكمه العدلي ووضع رجال الاعمال في السجن بصحه وغلط او اتحطوا، وبداوا يكونوا في احزاب
وبدأ يعملوا فيه انتخابات، بدأ أحزاب اتشكلت. النهارده الوضع مختلف. أنا مش هتكلم في هذا الاتجاه لأن ده مش موضوع الليلة. موضوع الليلة الأحزاب وعلاقتها بالشعب، زي ما قالوا مثلا علاقتها بالشارع، يعني ككناية للشعب. أنا أزعل ناس كتير دلوقتي لأن معظم الأحزاب اللي اتكونت فوقية. هل من الممكن رد الخطأ؟ من الممكن تصليح الأوضاع؟ أيوة ممكن. ولذلك أنا بعتبر جلسة زي دي واجتماع زي ده من أهم ما يكون أولا لتوضيح الخطأ ومناقشة كيف أن الأحزاب اللي بدأت من القمة يكون لها ارتباط بالقاعدة. كل شيء ممكن. بس قبل ما أتكلم من وجهة نظري إزاي نرتبط بالقاعدة عاوز أذكر نقطتين ثلاثة مهمين. قانون الأحزاب اللي طلع لا يمكن فئات كبيرة جدا من الشعب المصري التي لها المصلحة الأولى في نجاح الثورة مثل العمال والفلاحين والبسطاء ومحدود الدخل من تكوين أحزاب. عشان تجيب النهارده 5000 توكيل ومحامي محتاج على الأقل نص مليون جنيه أو ربع مليون جنيه. وعشان تنشر في صحافة على الأقل نص مليون جنيه تاني فأنت محتاج الحد الأدنى 3/4 مليون جنيه. ده غير متوفر للطبقات الأساسية اللي هي أساس الشارع انها تبقى احزاب. فكل الاحزاب اللي اتكونت الجديده هي احزاب يا اما دينيه وعندها رصيد من المال لا طائل له ولازم يعلنوا مصادرهم منين. لازم طالما النهارده بقينا مفتوحين ومفيش حاجه عمل سري، عاوزين نعرف الجمعيات اللي هي بدات بتمارس بدون تكوين رسمي يعني تتكون كجمعيه، والاحزاب اللي اتكونت كل منها بغض النظر مصادر تمويلها ايه. فاحنا عندنا نوعين من الاحزاب اتكونوا مؤخرا، احزاب دينيه واحزاب ليبراليه. في حزب اشتراكي بيحاول يتكون بيتعصب ماديا، بس معظم الاحزاب اللي اتكونت وعندها عمليه ليبراليه علميه. الاحزاب الدينيه مش هتكلم عنها دلوقتي لان انا ما اعرفش عنها كتير، بس هم بيكونوا غالبا مرتبين نفسهم عن طريق الجامعه. فاتصالهم بالشارع بيجي على طريق الشيخ اللي بيدي خطبه الجمعه وبيقوم بالصلاه. الاحزاب الليبراليه هي اللي اتمعظمت لانهم طلعوا جابوا 5000 توكيل بطلوع الروح. الاحزاب دي ما لم يكن لها مؤتمرات شعبية على مستوى الدوائر أسبوعية، يعني الأسبوع ده في 3-4 مؤتمرات نغطي فيها الأهلية، الأسبوع الجاي هنغطي فيها سوهاج وهكذا، حتى ينزلوا ويكون المؤتمر ليس فقط ندوة بالليل، لا يتبعوا يوم تحضير ويتلوه يوم جس نبض الشارع. لما بتقعد في المؤتمر الشعبي اهم حاجه اؤكد لكم انها تحصل ان اللاعب على المنصه بيتعلم. انا كنت سهرت في كوبرا واحد وقف فلاح بيتكلم عن الدستور اولا، بعد ما خلصت انا يا خبر ابيض، يعني لو جه واحد ياخد بنتي اديها له يدخل فيها كده من غير ما اقعد معاه، ده انا كنت نظره ان الدستور عقد وما ينفعش. شوف بقى مفهوميه الفلاح ان انا لو واحد جه يتجوز بنتي مش ممكن اديها له يدخل بيها من غير ما اكون عاقد معاه، ده بالنسبه له مفهوم الدستور اولا. اقول الكلام ده ليه؟ لان لا نستحق مش عاوزين نهون من مفهوميه وتنوير الفلاحين والبسطاء في مصر. فالاحزاب علشان تتواصل مع الشارع يجب انها تنزل للقرى وللشيخات وللمدن خارج القاهره ويكون لها تواجد بصفه دائمه على مستوى الجمهوريه.
وتسمع الناس عاوزه ايه، وهاجي بقى النقطه المهمه، وتداوي اوجاعهم. تداوي اوجاعهم. الشعب مش هياكل بالدستور ولا هياكل بالمانيفستو بتاع الحزب ولا هياكل ببرنامج الحزب. الشعب عاوز يقول بالجهاز، عاوز يعيش نظيف ياكله. وقال لهم حاجه غريبه جدا من الدولات اللي كانت حوالي فوق ال 20 منطقه قريه وخلافه، اكثر شكوى لدى جموع الريف هو عدم وجود مستشفيات تعمل. مفيش صحه. ايوه حضرتك مفيش وحدات صحيه ما انا بتكلم عنه. بعد القرى انا بقول اهم سؤال اتسال هو الصحه. مفيش لا وحدات صحيه ولا مستشفيات ولا دكاتره. حتى الوحده الصحيه التي تعمل الدكتور مشغلها لحسابه، مشغلها لحسابه. فاذا اراد الحزب اللي هو يتكون من القاعده ويتكون من القمه وليس من القاعده، وهذا خطا كبير، والاحزاب اللي اتكونت من الليبراليين وليست من اصحاب المصلحه الحقيقيه في الثوره، اللي هو جموع الشبع وعمال وفلاحين وبسطاء ومعدود الدخل، عليهم عبء كبير عشان يستمروا. وناخذ في الاعتبار ان لما فرانكو في اسبانيا مات وبدات الديمقراطيه اتكون 140 حزب، بعد 4 سنين اللي بقى منهم 3 أو 4. فاذا كانت هذه الاحزاب التي تتوفر لها اولا مبادئ الليبراليه الحريه، اسفل من كده ما فيش، وتوفر لها السيوله الماديه والتمويل، فعليهم عبء اضافي هو الوصول للشارع، اولا لسماعه، ثانيا لحل مواجهه. ما لم تحل مواجهه الناس، ما لم تخش تشوف لهم مستشفيات كنت شغالها ازاي، ما لم توفر لهم منافذ بيع، الشعب مش هيتواصل معه. شكرا.